عندك مشكلة مع النسيان والتركيز وبقت تعمل لك مشاكل في شغلك؟ تعال اقول لك احسن الاكلات والمكملات اللي هتساعدك في موضوع الذاكرة والنسيان ده. اولهم الاوميجا 3، كلنا عارفين الاوميجا 3 وعارفين قيمة وفوائد الاوميجا 3. زيت السمك او مكمل زيت السمك بيحسن جدا وظائف الذاكرة وبيحسن جدا الادراك في الخلايا بتاعة المخ، وهيفرق معاك جدا لو خدته بجرعات بسيطة مستمرة على مدار شهور طويلة وما توقفوش. اتنين، للاسف الدارك شوكليت انا ما بحبهاش وما بحبش اقول للناس تاخدها، بس مع الاسف هي فعلا غنيه بحاجات كتيره جدا مفيده زي مضادات اكسده زي الفلافينويدز، والحاجات دي بتحسن جدا جوده الذاكره وبتحسن جدا جوده الخلايا في المخ والخلايا العصبيه. ثالثنا البيريز او التوت. هتقول لي غالي، هقول لك ما تشغلش بالك لان منها عيله الاستروبرز او الفراوله. الفراوله والبيرز نفسها او التوت غنيين جدا ببعض مضادات الاكسده، وهي عيله كبيره جدا من الفلافينويدز زي ما قلت لكم، ودي هتحسن معاك جدا فكره الاوكسيديتيف ستريس او الضغط الالتهابي اللي موجود في جسمك. وكل ما تقلل الالتهابات في جسمك او الضغط الالتهابي ده هتقل العناصر الطارده في جسمك او الشارده في جسمك دي، وده هيحسن جدا جوده الخلايا العصبيه والخلايا في جسمك، وهيبدا يقلل عليك فكره النسيان او فكره الارهاق او فكره التوهان اللي انت ممكن تبقى فيها على مدار اليوم. هنتكلم عن المكسرات، غنيه جدا بفيتامين اي. احسن حاجات تحسن فكره مضادات الاكسده في جسمك هي فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين اي وعنصر السيلينيوم. فيتامين اي من الاوض الكبيره جدا اللي موجود فيها اوضه المكسرات. عين الجمل غنيه بالاوميجا من الفيتامين اي في كل مكسرات كتير. البروكلي ورق الكيل، والورق الكيل ده ورق اخضر عامل زي ورق الكرنب، ممكن ناكله في عادي في سلطات وفي اكلات كتير جدا. اغنيه جدا بالفيتامينز زي فيتامين سي والفيتامين اي، وغنيين جدا بالرايبوفلافينويدز او الصبغيات اللي موجوده اللي بتقاوم المضادات زي ما قلت لكم، بتبقى قويه جدا كمضاد اكسده. فانت لو قدرت تدخل الحاجات زي دي مع استخدامك لمكمل زي الاوميجا 3 ومكمل زي السيلينيوم او الجلوتاثيون، الحاجات دي هتحسن جدا فكره الذاكره عندك وفكره الادراك، ومع استخدامها لفترات طويله هتبدا تنسى خالص فكره انك كنت بتنسى اساسا.